اليوم جبت لكم طريقة تحضير البريوش أو البغيوش بطريقة سهلة ومبسطة، وإن شاء الله تجربيهم يعجبوا العائلة تاعك ويعجبوك انتي أولا. بسم الله على بركة الله. الكاس ما يكون دافي، ما يكون سخون، كاين فرق بين يكون سخون يكون دافي. عندنا نص كاس حليب، ولا ما عندكش حليب غبرة هذه مغرفة كبيرة حليب غبرة، ولا ما عندكش ديري كاس حليب ونص كاس ماء. عندنا مغرفة كبيرة خميرة الخبز، الحال راهو بارد. عندنا نص كاس سكر، راح نديرو المواد كامل مع بعضهم. 4 كاس زيت، انا نسهل عليكم نجيب لكم غير الساهل. وهنا عندنا حبة تاع بيض، وعندنا مغرفة صغيرة ملح. نخلطوا كامل المواد هذوما هكذا كيما راني موضح في الفيديو، راني نفهم فيكم. نخلطوهم كامل هكذا مع بعضهم، ونديروا مبشور البرتقال يعطي لك اللون. ديري غير الصفر، ما ديريش الابيض يعطيك مرورة، ولا درتي الابيض. خلطي مليح وديري الكاس الاول تاع الفارينه. ولا عجنتيه في العجان ما ديريش الطريقه هذه اللي دوك نوريها لكم، خليه في العجان يتعجن. وديري كامل المواد مع بعضهم، زيدوا الكاس الثاني تاع الفارينه كيما وريت لكم. ولا عجنتيه في العجان ما ديريش هذه الطريقه، خليه ديري كلش مع بعضه، فارينه ولا المواد كامل اللي وريتهم لكم ديروهم في العجان، يعني في البيتخان. ولا عجنتي بيدك ديري هاد الطريقه اللي وريت لكم. اللي ما عندهاش بيتخان، هنا الكاس تاع الفارينه. اللي ما عندهاش بيتخان تعجن كيما عجنت انا، راني وريت لكم هكذا. بقاي طمي فيه، طمي في العجين ديالك. هو الاول هو الصح كيفاش عجنتي. هذا الكاس الرابع نديروه هكذا غير بالعقل. ودوك نوري لكم واش قاعد من الكاس الرابع. هنا راني نعجنو بيدي كيما وريت لكم. شوفوا واش قاعد من الكاس الرابع. كي تشوفي نطمت كامل وما كاش فارينه ديري مغرفه تاع زبده، ولا ما عندكش ديري مارغرين هكذا. ديريها هكذا طميها كامل هذيك الزبده لداخل. في الاول تجيك شويه صعيبه ومن بعد خلاص. شوفوا نتحصلوا على هذا العجين. غطيه وخليه يخمر، خليه يخمر 20 دقيقه نص ساعه على حسب درجه المطبخ ديالك. نقسموه هكذا، نديرو ديبول هكذا. الحجم تاعهم كيما تحبيهم كبار بزاف، تحبيهم صغار، تحبيهم الحجم هذا اللي وريت لكم. انا بلا ما وزنتهم، عيني هي ميزاني، ندير الكيل تاعهم كامل يجيني متساوي. هاوليك الكيل تاع الحبه ديالك. هنا نجيبوا الفارينه ونجيبوا اي اناء هكذا كيما جبت انا هذا تاع الفلون، ونطبعوا فيه به هكذا في الوسط. ديري الفارينه باش ما يلصقلكش، كما ديريش فارينه يلصقلك العجين. هكذا ديري هكذا هاوليك. ونزيدو نسقموه لو تور تاعو كامل، زيدي سقميه باش يعطيلك منظر شباب. وديري لهم كامل. من بعد تجيبي صفر البيض. صفر البيض درت له قطره تاع الخل ودرت له شويه تاع الزيت باش يعطيلك لون ذهبي من الفوق. هكذا ديري لو تور تاعو كامل بالبيض هذاك، مسحيه كامل بيه. ومن بعد تجيبي كاوكاو ايفيلي بلا ما تحمصيه، بلا ما تحمصيه هكذاك خضر، ديريه من الفوق هكذا كيما راني نوري لكم. ومن بعد نجيبوا لي بيبيت والشوكولا ونديروهم في الوسط هكذا. يعني هذا المنظر راهي شهي قبل ما يطيب. هذه الطريقه السهله والمبسطه، ما تقعدي لا تلوي لا تطبعي. ومن الفوق كي يطيبوا نزيدو نخلوهم يخمروا شويه، ومن بعد نديروهم في الكوشه نطيبوهم على 180 درجه المده تاعهم حوالي 20 دقيقه. تحصلوا على هذا اللون الذهبي. وشوفوا كيفاش يجوا. هذاك اللي درتو لهم هو المربى تاع المشماش، يعطي لك واحد الذوق من الفوق يجي ما شاء الله. شوفوا الداخل كيفاش يجوا. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم ويعجبوا العائله تاعكم، ونتمنى لكم الخير ان شاء الله. والسلام عليكم.